اليوم نديكم معايا خطوة بخطوة باش نديرو مع بعضنا وصفة تاع الدجاج والبطاطا والطماطم. دجاج محمر وكسرة تاع المطلوع ولا كسرة تاع الخميرة. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واش راكم البنات؟ نتمنى تكونوا لاباس، أموركم طيبة. بون، شرينا دجاج كيما العادة والعوايد كيما كامل الجزائريين. نشريو شوية دجاج، كنشريو ساعات ليكويس ساعات سكالوب ساعات كل مرة باش نشريو. شرينا شوية تاع ليكويس. بعد ما نقيتهم مليح ونقيتهم من هذوك الزوائد تاعهم، جبتهم شوطتهم باش نحيو لهم هذاك الريش وباش نحيو لهم الميكروبات والاخر. ومن بعد كاين اللي نحي لهم هذيك الشحمه ما يشوطهمش، خلاص انا نشتيهم هكا. وانتي كيما تحبي تخليهم بهذاك الجلده، تحبي تنحيها لهم. بون، من بعد شوطتهم كامل وزدت عاودت ديتهم غسلتهم مليح ودرت لهم الخل والملح. خليتهم واحد ربع ساعه هكاك، ومن بعد زدت شللتهم من هذاك الخل والملح وتخبي اللي راح تخبيه في هذه ساشي تاع كونجيلاسيون. ونحيت ربعه تاع ليكويس رايحه نداويهم ونحمرهم. بون، واش درت اول حاجه؟ ربيت قريب 5 حبات ثوم يكونوا شويه كبار. ديري لهم راس الحانوت، الكزبر، فلفل الاحمر الحار والحلو. انا كان عندي الحار ما كانش عندي الحلو. توابل الدجاج طبعا. الفلفل الكحل ثاني لازم يكون. شوفي ديري شويه على راس المغرف تاع كمون، صدقيني اي حاجه تحبي تروطيها ديري لها شويه على راس المغرف تاع كمون، لحم ولا دجاج ولا. صدقيني راح يطلق لك واحد البنه تسخف. جربيها اختي. درت الدبشه ثاني، قصيت اون بون كونتيتي هكا كمشه لاباس بها. وشوفوا هنا نسيت الكركم باعد باش ضفتو هكا للامانه باش الثومه ديري الكركم. اذا عندك زنجبيل، اذا عندك لا موطارد، شتي واش عندك دواوات حطيهم. كل ما ديري دواوات بزاف كل ما يجيك الدجاج هذاك تاعك بنين بزاف. انا ما عنديش زنجبيل ما درتش الزنجبيل، ما عنديش لا موطارد ثاني، لو كان جات كاينه راني درتها. ديري ثاني القارص، عصري هكا عصره تاع قارص. ومن بعد درت الزيت. وانا هذوك لي كويس الحق غليتهم شويه هكا، ميم با 10 دقائق برك غليهم تنحالهم هذيك الريحه تاع الدجاج وكل. ومن بعد جبتهم درت لهم هذوك الدواوات اللي كنت نوجد فيهم. المهم ابليكي مليح هذوك الدواوات تاعك على لي كويس اللي راكي راح ديريهم، سواء كويس ولا راح ديري دجاجه ولا اي حاجه. سواء الجنحين، هذه نفس الطريقه انا هكا ندير بنفس الطريقه. زعما خليت هذوك للبطاطا ومن بعد جاوني ما يكفيونيش، كملتهم للدجاج ومن بعد يرحمها ربي. انتي اذا كان عندك الوقت تقدري تخليهم حتى ربع ساعه حتى نص ساعه على الاقل يدخلوا فيهم. كل ما تطولوا يدخلوا فيهم هذوك الذوبات كل ما يجيو بنان. اذا عندك الوقت خليهم. انا هنايا ما كانش عندي الوقت، كانت ديجا 6 ولا 6:30 تاع العشيه. تسمى درتهم منا طيبتهم منا. هنايا تروحي تجيبي كوكوطه ديري فيها شويه تاع الزيت، ماشي شويه ماشي قطره، شويه هكا زايد شويه. تسخنيه مليح مليح. فوالا هاني قاعده نعتلك كيفاش تسخنيه مليح. ومن بعد تحطي هذو لي كويس ثم في هذاك الزيت وهو سخون. تقعدي تخليهم شغل راح تقليهم باش يجي فيهم هذاك اللوغو تاع القليان. تخليهم يتقلاو تخي بيان. ومن بعد نعاودو نكملو. وغير ما تشوفوش البنات في الجهه اليمين راني حاطه عرام تاع معن راح نغسلهم. تما قاعد كنت يدي لهنا ويد في الكسره، يد في التشواط، يد في غسيل الدجاج. واش نقول لكم، درك نكمل الساعه ومن بعد نغسلهم. هنا كملي هذوك الدواوات اللي بقاو لك كامل لوحيهم وهما هكا يتقلاو. مازال ما تمرقيش الماء باسكو انا دوك نديرو له شويه ماء ونقفلو عليه يطيب. علاه نديرو له هكا باش ما يجيكش شايف. كنت قادره نقليه برك ونخليه، بصح كي ديري بهذه الطريقه يجيك الدجاج تاعك طري
وما يجيش شايح لداخل. كيما ما تنسايش الرند، كيما على بالنا بلي الروطي لازم له الرند، سواء دجاج ولا لحم ولا تقدري ديري 2-3 ورقات. انا درت فرد وحده، وشو انتي من الافضل ديري 2 ولا 3 ورقات باش يطلق لو غو تاعو مليح. هنا شوفي كيف راني نقلي فيه ونحرك حتى نحس به باللي بدا يتقلى الثم باش نمرقو. نروحو من جهه للكسره تاعنا. جبت الكسره بليتها، الكسره تاع الخميره، كسره مطلوع كما كاين بزاف ناس يقولوا كسره مطلوع، حنا في الشرق نقولوا كسره خميره. ضفت لها طرف تاع الزبده وراح نعجنها كيما الدجاج محمر ولا اللحم محمر ولا الروطي اون جينيرال. مليحت له كسره تاع خميره ولا كسره تاع المطلوع. الكسره تاع الخميره كيما على بالنا كامل لازم تعجن مليح مليح مليح، سواء تحطيها في البيترا ولا تعجني بيدك. انا كي عاد جاوني زوج قرصات ووحده صغيره، سما ما يشقاش نحطها في بيترا، نعجنها بيدي عادي. وعجنتها مليح. من جهه هذاك الدجاج تاعي راهو قاعد يتقلى، مازال ما زدتلوش الماء. وهنا نقرص هذيك الكسره تاعي، جاوني كيما قلت لكم زوج قرصات كبار ووحده صغيره. انا كنت قادره ندير زوج قرصات كبار، بصح انا ما نشتيش نديرهم كبار بزاف باش ما نعياش معاهم في الطياب. درت زوج ودرت وحده صغيره، نديرهم هكا صغار باش ما يعيونيش. كي تعود القرصه صغيره تقدري تحكمي فيها، ميم جاريه تقدري تحكمي فيها وتقدري طيبيها مليح. بصح كي تعود القرصه كبيره وسورتو لا كان جاريه كي ما تقدريش تحكمي فيها. وهنايا كي تقرصيها هكا خليها واحد 5 دقائق حتى 5 دقائق. شوفي حطيها في الصرافط وغطي عليها وخليها. انا هنايا دركا سخانه راني درتها غير في الكوزينه، مرة نحطها كي يعود بارد الحال نحطها قدام الفورنو باش تطلع لي. بصح المره هذه راني خليتها لهنا في الكوزينه اصلا راهي سخونه كي عاد راني نطيب. هنايا نروحوا للدجاج تاعنا. زدت هذوك الدواوات اللي كانوا فيه، زدت لهم شويه ماء وحركتهم هكا ولفتهم. وحبه بصله، زيدي حبه بصله تشوفوا كيفاش جاني بنين. يسخف، جربوا الطريقه. لوحي هذه الحبه تاع البصله ومن بعد واش ديري، لوحي له الماء ووقفلي عليه وخليه يطيب. ما طيبيش حتى يتفتت، المهم يطيب مليح باسكو من بعد راني راح نزيد نعاود نقليه. وهنا جبت بعد ما فاتوا 5 دقائق قاعده نطرح في الكسره نتاعي، درتها غير فوق الطابله. كي تطرحيها ما تخليها خشينه بزاف، ما ديريها رقيقه. لو كان تخليها خشينه بزاف مع الزيت تطلع تولي معمره لداخل بالبابه هذيك. الور ديريها نص نص كما يقولوا. من هاك راه سخون الحال، سما وين درتيها نورمال، مش كيما كيعود في الصيف في الشتاء البرد ما تطلع لكش الكسره. بصح كي يعود منه هكا سخون الحال ما تخافيش عليها. هنا كي تكوني تطرحي فيها نورمالمون الطاجين تاعك راهو ديجا حطيتيه شعلتي عليه يسخن. كما قلت لك لازم الطاجين يكون سخون مليح باش طيبي فيه كسره خميره. غطيتها طرحتها غطيتها وخليتها. من جهه انا جبت حبات بطاطا صغار، خيرت الصغار خلاص. شرشمتهم شويه، ما تشرشميهاش حتى تطيب خلاص تفتت. شرشميها، ديري لها شويه ما شرشميها، بعد قشريها. هنا كنت راح ندير هذوك الدوغات اللي بقاو لي في الاول ومن بعد كي ما بقاوليش درت غير الفلفل الكحل والملح داويتها هكا برك. وجبت سخنت الزيت هذاك وحطيتها تتقلى. وهنا طبعا الدبشه ما نستغناوش عليها في كامل الاطباق، وخاصه في الدجاج ولا في اللحم ولا نحتاجوها الدبشه. وانا كما قلت لكم الدبشه اللي تكونجلا ما عندها حتى معنى، نشتيها هكا فري هكا اللي تطلق اللون تاعها وتطلق البنه تاعها عفوا، واللون تاعها يجي مليح في الصحن. مش كيما كي تعود مكونجليه تولي حتى لا كولور تاعها تتبدل، ما تبقاش كيما يكذب عليك. ما كاينش اللي يقول لك حاجه مكونجليه كيما حاجه فري، هذه من المستحيلات. وشوا حنا نكونجليو اون كا ما نلقاوش الحاجه هذيك ولا ما تكونش في وقتها
تما نلقاوها هذا مكان. شوفا اللي بحذاها الخضار ولا تروح تشريها فري احسن واحسن. من جهه البطاطا تاعنا راهي قاعده تقلى، كي تقليها حمريها بزياده باش تجيك بنينه ولا كولار تاعها تجي باهيه في الصحن. حمريها مليح، درت معها 2 حبات فلفل حارين. طبعا كامل نديرو هاد العفسه هذه تاع الفلفل. من جهه ثاني الكسره تاعي كنت نطيب فيها، واش نقول لكم، يد مع الدجاج، يد مع الكسره، يد مع البطاطا. المهم ربي يقدرنا وهذا الشيء من واجبنا. وهنا الكسره تاعي شوفوا كيفاش جات تسخف خفيفه، ماهيش معمره بهذيك البابه لداخل. نتمنى تجربوا الوصفه، كاينه الوصفه، واذا حبيتوا نعاودها معكم ما كان حتى مشكل، نعاودوها بالتفصيل الممل من الاول حتى الاخر. وكما قلت لكم الروطي يصلح معاه تصلح معاه الكسره، وسيرتو كسره تاع المطلوع. كيما شافوا كاينين حوايج يتكلوا بالخبز، كاينين حوايج لازمت لهم الكسره. الحبوب كي تاكليهم بالخبز يجيو ملاح مع الخبز، ما يجوش ملاح مع الكسره. وفي نفس الشيء هذو الروطي المرقه هذو كل يحتاجوا انك ديري لهم الكسره. وكما قلت لكم الوصفه راهي كاينه في القناه اللي تحب تشوفها. وهنا البطاطا تاعي كنت قليتها كملت. الدجاج تاعي نحيته من هذيك لاصوص اللي طاب فيها وجبته حتى هو نزيد نحمره شويه. وقصيت حبه طماطم دوائر هكا رونديلات كما نقولوا، ملحتها. كي تقلى هذاك الدجاج جبت الطماطم هذيك اللي قصيتها رونديلات، وجبت البطاطا هذيك اللي تقلات، لميتهم درتهم كامل مع بعضاهم، وضفت لهم هذيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج باش ما يجيكش الدجاج تاعك شايح. ضفت لها هذيك، ها هي ضفت هذيك لاصوص وخليتهم غلاو هكا شويه برك، ماشي اون صوص بزاف شغل راح تولي لك مرقه. ديري شويه برك تاع لاصوص هذيك وخليه ينشف في هذيك لاصوص. حطي الدجاج تاعك وكبي لاصوص من فوق، راح يجيك بنين وطري. و الدجاج لداخل ماهوش يابس. شتي كي نقليو الدجاج هكاك يجي يابس لداخل، هكا كي ديريه بالطريقه هذه الدجاج تاعك لداخل بعد يجي طري. وشوفوا لي الكسره تاعي ثاني كيفاش جات. وهذا هو كان عشانا، وهذه كانت طريقتي اللي ندير بها الدجاج. فضلا وليس امرا، جام وكم.